الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم أما بعد، فإن الإسلام اهتم ببناء المجتمع، ومن أصول بناء المجتمع صلة الأرحام. صلة الأرحام ذكرها الله عز وجل في أول آية من سورة النساء، فقال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، لأن العرب في الجاهلية كانت تسأل بالله وبالرحمة، فنزل القرآن الكريم مؤيدا لهذه العادة. ولذلك أهل العلم يقولون الرحم عامة وخاصة. يعني ايه رحم؟ معنى الرحم امك وابوك كانوا معامين في رحم واحد، اعمامك كانوا في رحم الجدة، وخالاتك كذلك، فسمي رحما. الرحم العامة هي رحم الإسلام، كما قال ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. والرحم الخاصة التي كانت في رحم واحد، الأقارب، تزيد على هذا. ولذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن خلق الله الخلق تعلقت به الرحم، فقالت: يا رب تشتكي إليه، فقال لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ ثم قرأ أبو هريرة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يا قاطع الرحم، ألا تسمع إلى هذه الآية؟ أنت مفسد في الأرض بنص القرآن، وأنت لا تسمع، وأنت أصم، وأنت لعنك الله عز وجل. في آية واحدة ذكر كل هذه الصفات لقاطع الرحم. ولذلك جاء الإسلام ليقر هذه الحقيقة. في فتح مكة فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، ودخلت الكتائب إلى مكة المكرمة، وكان يقف أبو سفيان بن حرب، لم يكن أسلم، بجوار العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاءت كتيبة الأنصار وفيها سعد بن عبادة ويحمل الراية، نظر إلى أبي سفيان وقال له: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم الزمار. بقول له: يوم الزمار ده يوم الهلاك، هنهلككم. فلما ساوى النبي عليه الصلاة والسلام في الموكب قال له: يا محمد عليه الصلاة والسلام، ألم تسمع إلى قول سعد بن عبادة؟ قال: ماذا قال؟ قال: اليوم يوم الملحمة. قال: كذب سعد، اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم تكسى فيه الكعبة. وأخذ الراية من سعد بن عبادة وأعطاها لولده، لأن الإسلام يصل الرحم. يا ريتنا نصل الأرحام زي ما احنا بنروح المقابر. ما شاء الله، زيارة المقابر رايحين كل خميس، وفي الأعياد وفي المناسبات. ذهبنا إلى الأموات الذين لا يسمعون، كما قال الله عز وجل: وبالرغم من هذا نترك الأحياء. أين الأحياء؟ لما لا نصلهم؟ ألم يأمرنا الله عز وجل بصلتهم؟
ده بعض الناس للأسف الشديد في هذا العيد أهله يبعتوا له لحمة، أمه أو أبوه يرد اللحمة تاني. ليه يا سيدي؟ إرضاء لزوجتك؟ إرضاء لهواك؟ إرضاء لماذا؟ ألم يأمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين؟ قال وبالوالدين إحسانا. الإحسان دي أعلى مراتب الإيمان، أعلى من الإيمان، أن تحسن إليهم. لا إزاي؟ لازم ينكد على أمه وأبوه في العيد، رجع اللحمة دي يا أخي ده اليهودي لما بيدوا له اللحمة أو الصدقة أو الأضحية ياخد منها لأنه جار. لم نقرأ أن يهودي ردها على النبي أو على أتباعه، يهودي. فما بالك بالأم المسلمة والأب المسلم؟ الابن لا يعرف أباه ولا أمه، إرضاء لمن؟ إرضاء لزوجته. يا أخي ده الأم الكافرة انظر ماذا قال فيها النبي، وأم كافرة كما قالت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها. سيدة أسماء أمها قتيلة بنت عبد العزى، أسماء بنت أبي بكر، أمها كافرة. الإسلام جاء وطلقها أبو بكر لأنها لم تسلم. في صلح الحديبية علمت أن أسماء ابنتها، لأن سيدنا بكر جاز 4، جاءت إلى مكة. ماذا صنعت أمها وهي كافرة؟ حملت لها الزبيب والإقط والسم زيارة لها. ماذا صنعت أسماء رضي الله تعالى عنها وارضاها؟ قالت لا تدخلي حتى أستأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاءت إلى أختها عائشة فقالت سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمها إيه؟ كفرة، ما هياش مسلمة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام صليها، دخليها ويبال الهدية بتاعتها، وهي كفرة يا رسول الله، وهي كفرة. فما بالك بالأب والأم المسلمين؟ ترد عليهم في أعيادهم؟ يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بنا ولم يرانا، قال ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، لأرض مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. سبحان الله. السيدة هاجر منين؟ من مصر. السيدة ماريا ولد إبراهيم ولد النبي عليه الصلاة والسلام منين؟ من مصر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيوصي إيه؟ بيوصي علينا لأن لنا ذمة وصهرة أو ذمة وناسبة من أيام مين؟ أيام السيدة هاجر والسيدة ماريا. فبالك بقى بالأخ والأخت الأشقاء والأعمام والخالات، ويبقى العداوات. ليه؟ عشان إيه؟ عشان الدنيا؟ والله أنت سيبها وتحاسب أمام الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله. يا قاطع الرحم اسمع إلى وعيد النبي عليه الصلاة والسلام. أنت الآن في الدنيا ممكن تغير، لكن بعد كده خلاص. أول حاجة الله تعالى لا يقبل منك عمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرض أعمال العباد في يوم الخميس ليلة الجمعة فلا يقبل الله عمل قاطع رحم. أعمالك مردودة عليك، ربنا مش هيقبل منك عمل. ليه؟ لأنك قاطع للرحم، وأعلاهم الأم والأب. الأمر الثاني أن الله تعالى يقطعك. الرحم لما ربنا خلقها ماذا قالت؟ قالت يا رب قطعت، يا رب ظلمت، يا رب أسيء إلي. الرحم بيكلم ربنا،
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ يا قاطع الرحم ربنا يقطع عنك رحمته، يا قاطع الرحم ربنا يمنع عنك فضله. ماذا ستصنع أمام الله عز وجل؟ الأمر الثالث أن الله تعالى يعجل لك العقوبة قبل الآخرة. ما من ذنب كما قال النبي أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة من البغي وقطع الرحم. البغي الظلم لازم في الدنيا هتشوف الجزاء، قطع الأرحام لازم هتشوف الجزاء، الجزاء من جنس العمل. أما الأمر الرابع الذي نبه إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قطيعة الرحم وأمر خطير. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع رحم. الجنة هتقف قدامك مش هتخشها. طب انت بتعمل ليه؟ انت بتعصي ربنا عشان مين؟ عشان الدنيا ما انت سيبها، عشان زوجتك هتسيبها، عشان مالك هيضيع، ولا يبقى لك إلا صلة الرحم. فإياك في هذا العيد أن تقطع الأرحام. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.